احمد مجدي، شادي عهدي وايمن عادل، عشان ما ننساش حد طبعا من كل اسامي فريق وادي دجله. ادي نادي الزمالك، ويدخل عبد الواحد السيد كابتن التيم، اول واحد يتلقى طبعا الميداليه الذهبيه وحصوله على طبعا المركز والفوز بالمركز الاول وهو الفوز بكاس مصر. طبعا المركز الثاني فريق وادي دجله شيكابالا، وادي على طول حضن كده، لان بقول لحضراتكم اكثر واحد قدر يحتضن النجوم هو الكابتن ايمن يونس، عرف ازاي يوظف النجوم سواء شيكابالا سواء احمد جعفر. ادي تحيه لاحمد سمير وشفنا شيكابالا، وادي تحيه ايضا اللي جاي طبعا يخش في التشكيله فتح الله، شفت رقم 20 فتح الله اللي طبعا بنتمنى له طبعا العوده مره اخرى للملاعب بعد الاصابه. وادي محمد ابراهيم، احمد توفيق، وشفنا قبل كده صلاح سليمان، وادي طلبه، احمد جعفر، وشايف السعاده على وجه الكابتن ايمن يونس. وادي الكابتن محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وادي مرتضى ابن المستشار مرتضى منصور، وادي كابتن خالد لطيف، وادي الجماهير بقى للنهارده. بقول لحضراتكم اكيد هيبقى في احتفاليه كبرى للقلعه البيضاء بالفوز بالكاس وتتويج نادي الزمالك للفوز بالكاس وغياب طويل عن البطولات. ادي احمد عيد، وشفنا لعيبه نادي الزمالك بتتلقى التهنئه طبعا في المقصوره الرئيسيه، مؤمن زكريا، وادي عمر جابر، محمد عبد الشافي داخل، وادي هاني سعيد، احمد حسن بيسلم هنا على الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه، والكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. جو جميل واحتفاليه رائعه هنا في استاد الجونه الرياضي. بقول لحضراتكم اللي احتضن يعني وادى بريق امل لعوده النشاط الكابتن اسامه نبيه، واحد من نجوم نادي الزمالك، كان لاعب وايضا النهارده بيتلقى طبعا كاس مصر، بيحصل على الكاس وهو مدرب، قبل كده حصل على الكاس وهو لاعب تتحسب له. ايضا الكابتن حلمي طولان المدير الفني، كابتن ايمن حافظ طبعا مدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، ايضا الكابتن ممدوح المحمدي المدرب العام، وادي احمد عيد والفرحه بالميداليه. هنشوف طبعا وادي احمد علي، وادي جعفر والتحيه، ايضا نادي الزمالك الكابتن حماده انور المدير الاداري، والكابتن ادي حضن كبير جدا لحلمي طولان من الكابتن ايمن يونس، وادي الكابتن اسامه نبيه. طبعا ما فيش شك بعوده البطولات مره اخرى، الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك حماده انور ايضا مدير اداري، والكابتن احمد السيسي الاداري، الكابتن مصطفى المنيري طبيب الفريق، الدكتور عمرو المطراوي مدرب احمال، والكابتن محمد السيد والكابتن علي حسن.